في الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض بشكل عام عن الانترنت وازاي بيشتغل وازاي المواقع بتفتح وايه اللي بيحصل بالظبط لحد ما الموقع بيفتح، لكن دي كانت نظرة عامة. في الفيديو ده هندخل مع بعض ونعمل زومينج اكتر عن بعض المفاهيم الاساسية عن الشبكات اللي انت محتاج تكون عارفها كويس جدا. ما هو مش معقول تكون انت هتشتغل في الويب وهتشتغل في الانترنت اللي هي اكبر شبكة في العالم وانت المفاهيم الصغيرة اللي عن الشبكات انت ما تعرفهاش. وانا عارف ان في ناس كتير جدا بيحاولوا يتعلموا الويب ان كان في الكلية او ان كان بره كلية حاسبات اصلا، وللاسف الشديد المعلومات دي لما بتفوتهم بتأثر عليهم بالسلب جدا وهم شغالين فيما بعد. فيلا بينا نشوف التفاصيل بتاعة الفيديو. اهلا بيكم في ويبولوجي، علم الويب، واللي هنا هنعرفك ان شاء الله كل المعلومات الاساسيه اللي انت محتاج تعرفها عن الويب قبل ما تدخل ان شاء الله في تفاصيل اكتر. انا علي شاهين، المدير التنفيذي لشركه اي تي ليجند. اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان اي مجموعه اجهزه اتربطت مع بعضها دي عباره عن شبكه. جوه الشبكه دي كل جهاز لازم يكون ليه اي بي ادرس عشان يبين الهويه بتاعت الجهاز ده. طبيعي ان الاي بي ادرس ده ما ينفعش يتكرر اصلا، لان لو اتكرر اصبح ان مفيش هوية مميزة للجهاز بتاعي. ودلوقتي هنتكلم مع بعض على انواع الشبكات. اول نوع معانا هو اللان، وهو اختصار Local Area Network، وهو بيعبر عن الشبكات الداخلية زي اللي موجودة عندك في البيت بالظبط، اللي هي مجموعة اجهزة مرتبطة براوتر معين وموجودة في مكان صغير. المكان الصغير ده بنقدر ان احنا نتداول البيانات، بنشوف بعض على الشبكة. لو عندنا مثلا برينتر او عندنا مثلا شاشة او كلام من ده، كل ده بنقدر ان احنا نوصله ونتعامل فيه، وده بتبقى الحدود بتاعته صغيرة ومش كبيرة. تاني نوع من الشبكات وهي المان، وهي عبارة عن شبكات متوسطة. الشبكات دي بتربط مثلا كلية فيها مجموعة من الادوار، او بتربط مثلا شركة كبيرة فيها مثلا مبنيين جنب بعض، او بتربط مثلا حاجات يعني تقدر تقول ان هي متوسطة. تقدر ان انت تربط مجموعة من الشبكات ببعضها ويكلموا بعض ويشوفوا بعض برضو بشكل بسيط جدا. ثالث شبكة معانا وهي الوان، وهي الوايد اريا نتورك، ودي اللي بنقدر نربط بيها مجموعة كبيرة من الشبكات. ممكن نربط مثلا مدينة كاملة ببعضها او دولة، وافضل مثال ليها هو الانترنت اللي هي اكبر شبكة وان موجودة على مستوى العالم. دلوقتي طالما احنا بنتكلم مع بعض وبنقول ان في ربط، يعني انا دلوقتي عندي اجهزة وبربطها مع بعضها، يا ترى ايه الاجهزة بقى اللي انا بستخدمها عشان تساعدني في الربط ده؟ اول حاجة عندي طبعا هي الكيبلز، من اول الكيبلز اللي انت عارفها اللي هو كابل اللان اللي انت بتشتغل بيه، لحد الفايبر اوبتكس كيبلز اللي بتربط اماكن بعيدة جدا ببعضها. تاني حاجة عندي هي اجهزه السويتشز، ودي مجموعه اجهزه كل اللي هي بتعمله ان هي بتربط الاجهزه ببعضها. بدخل مجموعه كبيره من الكابلات في الجهاز ده، فبيقدروا ان هم يشوفوا بعض ويكونوا شبكه ما بينهم وبين بعض. طبعا اقدر كمان اربط مجموعه كبيره من السويتشات ببعض، وده اللي بيكون مجموعه الشبكات زي ما احنا اتفقنا. ثالث جهاز موجود عندنا وهو الراوترز، وطبعا الراوتر هو بيقوم بكل اللي بيقوم السويتش عادي جدا، لكن في ميزه ان هو بيقدر ان هو يديلك انترنت، بيقدر يخلي الاجهزه بتاعتك دي تطلع على شبكه الانترنت الكبيره جدا. والراوتر عندنا بيتسمى حاجه اسمها الجيت اواي، هي البوابه اللي بتاخدك على شبكه الانترنت. وطبعا الانترنت ده احنا بنجيبه منين؟ بنجيبه من مزود الخدمه اللي موجود عندنا في البلد، اللي هو في بلدنا في مصر طبعا شركه وي او فودافون او اتصالات او اي شركه من الشركات اللي انت بتاخد منها انترنت. وده في مجالنا بنسميه حاجه اسمها الاي اس بي، اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر. اخر جهاز موجود معانا النهارده وهو جهاز الاكسس بوينت. جهاز الاكسس بوينت وظيفته الاساسيه هو تقوية شبكة الواي فاي. ان انت النهارده لو عندك راوتر، والراوتر ده انت محتاجه يغطي مساحة كبيرة، طبعا كل راوتر وليه مساحة محددة يقدر يغطيها، مثلا 10 متر 20 متر ايا كان. طب انا عايز بقى ان الواي فاي يغطي مساحة اكبر، فبالتالي بحط اكسس بوينت عندي في المكان اللي انا عايز اقوي فيه الشبكة، وبربط الاكسس بوينت بالراوتر عن طريق كابل. الكابل ده بينقل الانترنت بشكل كامل وبنسبة 100%، واقدر بقى بعد كده اخد الانترنت عن طريق الواي فاي من الاكسس بوينت واوزع على بقيه الاجهزه اللي موجوده. فدي طرق انا بقدر اربط بيها الشبكات ببعضها. في حاجات تانية بس مش عايزين نتكلم عنها في الوقت الحالي. وبما اننا بنتكلم ان احنا عندنا شبكتين، شبكه داخليه ما بيننا وما بين بعض، وشبكه خارجيه اللي هي شبكه الانترنت، فده طبيعي جدا هيخليك تفكر في حاجه، الله طب هو انا النهارده الاي بي ادرس بتاعي بيبان ازاي في الشبكه الداخليه والشبكه الخارجيه؟ وده اللي يوصلنا ان احنا عندنا نوعين اصلا من الاي بي.
اول نوع معانا هو البرايفت اي بي، وهو اي بي خاص بالشبكه بتاعتي. وطالما هو اي بي خاص بالشبكه بتاعتي يبقى طبيعي مين اللي يكون بيعمله؟ طبعا الراوتر بتاعي. الراوتر بتاعي هو اللي بيدي الاي بي للاجهزه اللي موجوده، وبيديها لها بالترتيب، ترتيب دخول الاجهزه على الراوتر. يعني هنفترض مثلا ان الاي بي بتاعك عباره عن 192.168.0.1. واحد يعني معناه انت اول جهاز دخلت على الراوتر. طبعا .0.0 ده هو الراوتر ذات نفسه اللي هو الجيت اواي بتاعتك، وكل جهاز هيدخل هيبتدي ياخد رقم جديد، رقم مميز يميز الجهاز بتاعك على الشبكه الداخليه اللي موجوده. ولو انت عاوز تعرف الاي بي بتاع الجهاز بتاعك افتح الويندوز واكتب سي ام دي، هيفتح لك الشاشه السوداء، اكتب كلمه اي بي كونفيج، هيطلع لك الاي بي بتاع الجهاز بتاعك وتبقى انت عارفه وفاهمه كويس جدا. طبعا الاي بيات بتتوزع بشكل دايناميك عن طريق الدي اتش سي بي اللي موجوده جوه الراوتر. طبعا لو انت بقى عاوز ان انت تدي اي بيات بايديك بنفسك لكل جهاز فده برضو متاح وتقدر ان انت تعمله. النوع الثاني من الاي بي هو البابليك اي بي اللي انا بطلع بيه على الانترنت. وطبعا البابليك اي بي بيبقى واخد من اي بي الراوتر بتاعي، وبرضو بيبقى اي بي متغير برضو على حسب جهازك. في معلومه مهمه جدا عايز اعرفها لك، ان انت لو عملت ريستارت للراوتر بتاعك كل الاي بيات اللي موجوده على الشبكه عندك هتتغير، سواء البرايفت اي بي او البابليك اي بي. يعني الاي بي بتاعك ده مش ثابت، الاي بي بتاعك بيغير، واللي مسؤول عن هذا التغيير هو الراوتر. طب انت يا باشمهندس قلت لنا في الفيديو اللي فات ان المواقع بتتحط على سيرفر، والسيرفر ده بيبقى ليه اي بي، فلازم الاي بي ده يكون ثابت، لان لو حصل اي تغير في الانترنت والاي بي ده اتغير بقت مصيبه، ما احنا كده مش هنعرف نوصل للمواقع بتاعتنا. هقول لك استنى، ما هو في بقى نوع ثالث من الاي بي اسمه الاستاتيك اي بي. الاستاتيك اي بي هو اي بي ما بيتغيرش خالص، طول ما انت شابك على نفس الراوتر الاي بي بتاعك ثابت زي ما هو. والاي بي ده بناخده منين؟ عن طريق الاي اس بي اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر، اللي هي شركه وي. بتكلمهم في التليفون يا شركه وي انا محتاج استاتيك اي بي للجهاز بتاعي، بتدفع فلوس بشكل شهري او بشكل سنوي وبيدي لك الاي بي، بتحطه عندك في جهازك كده خلاص جهازك بقى فيه ستاتيك اي بي. وبالمناسبه دي اول خطوه انت تساعد نفسك بيها ان الجهاز بتاعك يكون سيرفر. بس مش دي الحاجه الوحيده اللي انت محتاجها عشان جهازك يكون سيرفر. تاني حاجه انت عاوزها ان الجهاز بتاعك يبقى العتاد بتاعه قوي عشان يقدر يستحمل كم الطلبات اللي هتجيله ويشتغل 24 ساعه. تالت حاجه انت محتاجها ان انت تنزل نظام تشغيل بيدعم ان الجهاز بتاعك يبقى سيرفر، زي مثلا فكره انك تشتغل بويندوز سيرفر او ان انت تشتغل بلينكس. ايه الفرق ما بينهم يا باشمهندس علي؟ الويندوز سيرفر طبعا هو بيدي لك امكانيات كويسه جدا بان انت الجهاز بتاعك يبقى سيرفر ويبقى امن بكتير من الويندوز العادي، وبيبقى فيه طبعا برامج واعدادات كده كده بتنزل معاك بتساعدك جدا. ولكن لا يزال الويندوز كسكيورتي هو اقل بكتير وفي مشاكل كتير جدا بتحصل، على الرغم من ان نظام تشغيل الويندوز بيكون سهل وبيقدم لك واجهه رسوميه جميله بتقدر تعمل بيها كل اللي نفسك بيه، اي حد يقدر ان هو يشتغل عليه بسهوله، الا ان هو عنده مشاكل كتيره جدا في السكيورتي، وبتحصل فيه مشاكل للاسف احيانا بتؤدي لكوارث. بالاضافه ان كمان الويندوز سيرفر مش مجاني، ده بفلوس يا فندم. يعني عشان تنزل ويندوز سيرفر عندك لازم تدفع اللايسنس بتاعته. انا كده مش بتكلم عن الناس اللي بتسرق، انا بتكلم عن الناس اللي بتشتغل صح. وده دايما اللي بيخلي السيرفرز بتاعه الويندوز دايما اغلى من السيرفر بتاعه اللينكس. يعني لما تيجي تأجر سيرفر اونلاين دايما هتلاقي الويندوز اغلى من اللينكس. على النقيض بقى لما نيجي نتكلم بقى دلوقتي عن اللينكس، هتلاقي ان اللينكس ده يعني السكيورتي بتاعته اعلى بشكل كبير، هتلاقي ان الكاستمايزيشن اللي جواه سهل جدا تعمل اي كاستمايزيشن، وهتلاقيه ببلاش ورخيص وجميل وزي الفل. ولكن عشان تتعامل معاه لازم تبقى انت بتكتب شويه اكواد وبتعرف تتعامل مع السي ام دي، بتعرف ان انت تكتب مثلا باش سكريبتنج مثلا، وعارف النظام التشغيل بيمشي ازاي، وعارف الفايل سيستم بتاعه شغال ازاي. والحقيقه الموضوع مش صعب ولكن محتاج شويه تعلم حتى لو كان خفيف. فبالتالي طبعا هو اللينكس افضل ولكن للناس اللي عارفه واللي فاهمه. الحاجه رقم 4 اللي انت محتاجها عشان جهازك يبقى سيرفر ان انت تنزل سوفت وير على نظام التشغيل بتاعك يقدر ان هو يشغل المواقع. ايه ده؟ هي المواقع دي ما بتشتغلش لوحدها كده وخلاص؟ لا يا فندم، ده في سوفت وير بينزل هو ده اللي بيستقبل الطلبات، وهو ده اللي بيجيب الموقع المناسب اللي موجود على السيرفر وبيعرضه لك، زي مثلا الاي اي اس اللي هو الانترنت انفورميشن سيرفيسز، واللي بيتحط عليه الويب سايتس بتاعه الدوت نت وبيبقى موجود على نظام تشغيل الويندوز، او حاجات موجوده على نظام اللينكس زي مثلا الاباتشي او الانجينكس. الحاجات دي طبعا بتشتغل برضو بكفاءه كويسه جدا وبتقوم بنفس الدور اللي بيقوم بيه الاي اي اس. يعني الاربع حاجات دول لو متوفرين في جهازك فانت تقدر تخلي جهازك سيرفر وتقدر ترفع عليه مواقع عادي جدا بمنتهى الحريه. نتخيل دلوقتي ان انت خليت جهازك سيرفر ونزلت اي اي اس وحطيت عليه موقع. تعال ناخد مع بعض كده بقى الرحله
رحله بشكل اعمق شويه ازاي لما بنكتب اسم موقع على البراوزر بيفتح عندنا. اول حاجه بيبعت طلب للريجستري اللي هو المكان اللي بتسجل فيه كل الدومينز، بيشوف هل الدومين ده متسجل اصلا باسم حد، هل الدومين ده اصلا موجود. لقينا ان الدومين موجود، بيروح باعت طلب للشركه اللي اتحجز من خلالها الدومين، وليكن مثلا هوستنجر، يروح لهوستنجر، يا هوستنجر افتح بعد اذنك الدي ان اس، ورينا الاي بي ادرسز اللي موجوده جوه الدي ان اس، افتح لي دليل التليفونات اللي هو الدي ان اس ده، وريني فين الاي بي بتاع السيرفر اللي مرفوع عليه الموقع ده. بمجرد ان هو شاف الاي بي بيبتدي يروح يبعت طلب للسيرفر ده بالاي بي. بس في نقطه، السيرفر ده موجود عليه مواقع كتير جدا، هنعرف ازاي نميز الموقع اللي موجود على السيرفر عندنا جوه؟ هنميزه عن طريق الدومين. الطلب بيروح بالاي بي ادرس مع الدومين. مين اللي بيستقبل الطلب؟ اللي بيستقبله برنامج اداره المواقع، وليكن مثلا الاي اي اس. الاي اي اس بيروح يشوف هل الدومين ده موجود عندي، متعرف عندي ضمن السجلات اللي موجوده عندي في الاي اي اس ولا مش موجود. لو لقاه موجود بيروح فاتح المكان بتاعه من السيرفر، واخد الملفات ك HTML و CSS وجافا سكريبت، وبعتها لك على البراوزر بتاعك والموقع يشتغل قدامك. كده خدنا الرحله بشكل اعمق شويه. بس هنا فاضل سؤال، افرض انا حبيت ان انا انزل اكتر من برنامج لاداره المواقع عندي على السيرفر بتاعي. افرض انا حبيت انزل IIS وحبيت انزل اباتشي، او مثلا IIS وانجينكس، هل ده ينفع يحصل؟ الاجابه هو ينفع يحصل، لكن لا يفضل ان هو يحصل. هنفرض ان هو حصل، بقى عندي برنامجين دلوقتي موجودين، لما هبعت طلب للسيرفر مين فيهم هيستقبل الطلب؟ وهنعرف ازاي الموضوع ده. يجي هنا بقى دور البورت نمبر. بص يا صديقي العزيز، اي جهاز في الدنيا بيبقى فيه الاي بي، وبيبقى فيه مجموعه من البوابات. البوابات دي اعتبر كده ان جهازك ده زي بيتك، وفي بوابات كتير جدا. البوابات دي ممكن تستقبل طلبات من ناس عشان تقدروا ان هم يشوفوا معلومات جوه جهازك، وممكن ما تستقبلش. فتخيل معايا ان كل جهاز عندنا فيه 65535 بورت نمبر. وطبعا البورت نمبرز دي مش كلها احنا بنستخدمها. بنكتبها ازاي؟ بنكتب الاي بي ادرس اللي هم 4 ارقام جنب بعض، مثلا 192.186.1.1، وبعدين بتحط نقطتين فوق بعض، وبعدين بتكتب البورت نمبر او البوابه اللي انت عاوز تدخل منها. طب انا لما ما بكتبش البوابه، هل كده انا بروح على بورت نمبر؟ لو انت بتستخدم بروتوكول ال HTTP فانت اوتوماتيكلي بتتحول على البورت رقم 80، ولو انت بتستخدم البروتوكول بتاع ال HTTPS فانت اوتوماتيكلي بتتحول على البورت 443. فدي حاجات باي ديفولت موجوده عن طريق البروتوكول اللي انت بتستخدمه. لكن لو انت عاوز تغير البورت اللي انت بتحاول تتصل على السيرفر من خلاله، فانت بتكتب الاي بي نقطتين فوق بعض البورت اللي انت عاوز تروح عليه. وطبعا لما بيتبعت اي طلب على اي سيرفر، الطلب ده لازم بيعدي على حارس واقف قدام البوابات بتاعتك. البوابات اللي موجوده عندك جوه اللي من خلالها ممكن يحصل اختراقات لجهازك ويحصل سرقه لبياناتك. البواب اللي واقف عندنا والحارس الامين ده اسمه الفاير وول، اللي هو جدار الحمايه. جدار الحمايه هو اللي بيقول ايه البوابات اللي موجوده عندي، وانهي بوابه منها مسموح يحصل من خلالها طلبات، وايه البوابات اللي مش مسموح من خلالها طلبات. ولو في بوابات مسموح من خلالها ان يحصل طلب، هل مسموح ليك انت كشخص بتبعت طلب ولا مش مسموح ليك؟ لذلك من ضمن الحاجات الخطره جدا ان انت تقفل جدار الحمايه عندك على جهازك، لانك انت كده بتروح للحارس الامين ده اللي هو بتقول له بعد اذنك خد اجازه احنا مش محتاجينك، وبتعرض نفسك لهجمات واختراقات كتيره جدا. فانت النهارده لو عايز تنزل برنامجين، فانت كل برنامج فيهم بتحطه على بورت غير التاني، بحيث ان انت لما تيجي تنادي على الاي بي بتاع السيرفر وتحط البورت نمبر، كده هنعرف مين السوفت وير اللي المفروض يرد عليك. وكان الهدف من اللي انا بقوله ده كله ان انا اعرفك ان كل جهاز في الدنيا ليه اي بي وليه مجموعه من البورت نمبرز بيتحكم فيها الفاير وول، عشان يقول مين مسموح له ان هو ياخد الطلبات دي ومين ان هو مش مسموح له. اللي انا عايز اوصله لك ان الانترنت والشبكات هو علم كبير وفي تفاصيل كتيره جدا، وانا بحاول اجمع لك ما لا يسعك جهله كشخص عايز تتعلم ويب او عايز تدخل في المجال اللي زي ده. وطبعا لو انت شجعتني ان انا اكمل في السلسله دي، فالفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشتري دومين من على هوستنجر، نستغل بقى الخصومات بتاعه الجمعه البيضاء، 86% خصم على كل المنتجات اللي موجوده في هوستنجر وعلى الاستضافه والكلام ده كله. وطبعا هتلاقي في كود خصم كمان موجود في الديسكربشن مع اللينك بتاعي لو انت حابب ان انت تجيب دومين وتجرب معايا الحاجات اللي انا هعملها. وبعد كده هنفتح الدي ان اس وهشرح لك الدي ان اس من جوه حته حته عشان تكون فاهم كل حته فيهم بتعمل ايه بالظبط. الموضوع جميل وممتع، وان شاء الله كل حاجه عن عالم الويب وعن عالم الاستضافه والسيرفرات والكلام ده كله هتبقى فاهمها ومستوعبها
هتستوعبها بشكل كويس جدا كل ما هتكمل معايا في السلسله. انا عارف كويس جدا ان انا بقول لك معلومه وباجي كمان شويه ادخل في تفاصيلها اكتر، وانا متعمد الموضوع ده لان انا عارف ان انت بره الموضوع، وانا عايز احكي لك الموضوع كحكايه، عايز احكيها لك كقصه عشان يبقى الموضوع ممتع بالنسبه لك وما تزهقش. فلو انت مستمتع ومبسوط باللي احنا بنقدمه اكتب لي تعليق عشان تشجعني، واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.